هو يا ترى اللي راح ممكن يرجع ولا خلاص فات عليه الزمن؟ طب قول لي، انت يا عزيزي المشاهد شايف احنا رايحين على فين؟ تفتكر لو الأخلاق كانت عملة، احنا دلوقتي فقراء ولا أغنياء؟ طب لو أدب زمان راح، احنا هنورث أولادنا ايه؟ انت شايف ان احنا تقدمنا ولا ضيعنا حاجات أهم بكتير؟ ده كان سؤال لحضراتكم، وسايب لكم المساحة تردوا عليه في التعليقات. يلا نكمل موضوع حلقتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة كتاب زمان. لو أول مرة تشوفني، اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. في حاجات لما بتختفي ما بنحسش بقيمتها غير لما الدنيا تهدى والعين تسرح والقلب يفتش. النهاردة مش بس هنتكلم عن أدب وإخلاق راحت فين، إحنا هنسأل سؤال مهم: ليه راحت وإحنا كنا فين ساعتها؟ يمكن نرجع منها حاجة، ويمكن بس نفتكر. فاكر لما كنا بنسمع كلمة بعد إذنك من أي حد؟ لما الكبير يعدي والكل يقفله؟ لما كنا بنقول شكراً من قلبنا؟ كان في أدب كده من غير دروس. كان الاحترام ساكن في الشوارع. العيلة كانت بتتجمع كل يوم، مش لازم سبب: أكل، ضحكة، حكاية قديمة، تيتا تحكي وإحنا نسمع. كان في دفى مش موجود في التكييف. دلوقتي كل واحد في عالمه، سلام بقى رسالة والعتاب بلوك. قلوبنا مشغولة بس مش ببعض. بقينا نعيش سوا بس مش مع بعض. بس لسه في أمل، لما شاب بيقوم لست كبيرة، لما حد يعتذر وهو مش غلطان. دي مش حركات قديمة، دي الأخلاق اللي عمرها ما ماتت. الأدب مش بس في الكتب، الأدب في اللفظ، في النظرة، في طريقة السلام، في احترامنا لنفسنا وللي حوالينا. وده هو اللي محتاجين نرجعه. الأدب عمره ما كان رفاهية. الأدب هو الأصل اللي بيربي قبل ما يعلم. الطفل اللي يشوف احترام في البيت بيكبر وعنده احترام لنفسه ولغيره. والأخلاق مش بيتعلمها الطفل بالكلام، دي بتتزرع فيه من اللي بيشوفه مش اللي بيسمعه. نرجع الأدب، نرجعه في تفاصيل صغيرة. لما نقول شكراً من قلبنا، لما نعتذر وإحنا مش مضطرين، لما نحترم اللي حوالينا حتى لو مختلفين. إحنا نقدر نكون التغيير ونرجع الأصل وسط كل الزحمة دي. الأدب مش بس تصرف، الأدب مراية تربيتنا وانعكاس لقيمنا. واللي بيتقال من غير صوت بيوصل بصمت. خلي دايما في بالك، الناس ممكن تنسى شكلك، صوتك، حتى اسمك، بس عمرهم ما هينسوا انت عملتهم ازاي. قولي، ايه اكتر اخلاق زمان بتحس انها اختفت؟ وايه اللي نفسك تشوفه راجع؟ اكتب لي، يمكن بكلمة نرجع حاجة كانت جميلة.